سلام أحبائي، الفيديو تاع اليوم فيه وصفة من أروع ما يكون. هاد لاغوسات مدايرة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. بصراحة أنا كي شفتها عجبتني وقلت نسيها ونعطيكم رأيي فيها، والحقيقة النتيجة كانت رائعة وخرجوا لي كيش من أروع ما يكون كما قلتكم في الأول. نبداو في الوصفة. نحتاج 300 غرام تاع مارغرين تكون بحرارة الغرفة. نضيف لها 150 غرام ماء و150 غرام زيت، يعني الماء والزيت يكون نصف كمية المارغرين. نوزنهم بالميزان كما راكم تشوفوا، ونضيف لهم مغرف صغيرة تاع ملح ومغرف متوسطة تاع سكر، ومن بعد نخلطوا كل مع بعض بالباتور. نخلطهم مليح مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي. من بعد نضيف لهم مغرف كبيرة تاع خل ابيض ولا خل احمر، يعني اللي متوفر عندكم، ونواصلوا في الخلط. نخلطوا مليح 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 حتى تدخل المكونات كامل في بعضها، وكما قلت لكم نتحصلوا على قوام كريمي. وكي نتحصلوا على القوام اللي حبينا نحطوا الباتور اكوتي خلصنا معاه، ونبداو نضيفوه في الفرينه بالتدريج. نضيفوه ونخلطوه، خاصك تجي كيما لاباط سابلي، يعني نضيفوا الفرينه بشويه. كاينه الفرينه اللي تشرب وكاينه لا. نلموا لاباط بالفرينه بلا ما نعجنوها، ونخليوها تروبوزي ماكسيموم 5 مينوت، ونبداو نشكلو في كوريات ونحطوه في الليمون تاعنا كيما راكم تشاهدوا في الفيديو. انا درت في كل كوريه 49-50 غرام حسب الليمون اللي عندي. بعد ما كورت كل الكوريات وحطيتهم في بلاطو، نبدا نبسطهم في ليمول. ديروا باليد ونبسطوا مليح لاباط في ليمول، تكون كيما الحراف، كيما القاعده تاع المول، يعني ما يكونوش خشان وما يكونوش رقاق بزاف باه ما يتكسروناش من بعد. بعد ما بسطت كامل الكريات في ليمول، انا درت شويه تاع ليكيش وشويه تاع لي ميني باكات. نتقبهم مليح مليح بالفرشيطه باه ما يتنفخوش، ونحطهم في البلاطو ونحطهم في الفور يكون مسخن من قبل. كي نرميوهم في الفور، كي نشوفوهم باللي بداو يتنفخوا، نخرجوا البلاطو نبسطوها مليح، نعاودو نبسطوها مليح باه ما تبقاش منفوخه، ونعاودو نردوهم في الفور باه يطيبوا ويكملوا يحمروا من تحت. وبعد ما طابوا الكيش نحيوهم من الليمون ونخليوهم يبردوا مليح مليح، ونحطوهم في دي بواط ونخبيوهم في الكونجيلاتور. والوقت اللي نحبو نجبدوا الكميه اللي نحتاجوها. راح يكون ليا معكم فيديو اخر للوصفات لحشو الكيش باذن الله. وبهذا احبائي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم كما عجبتني انا، ومع السلامه.